ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نتكلم عن التطبيقات. هل التطبيقات فعلا في المقاطعه زي المنتجات الغذائيه اللي تم مقاطعتها اخر فتره؟ هل فعلا التطبيقات ممكن تكون دعم للكيان او ممكن يكون في مصدر ربح منها هو بيسبب دعم للكيان؟ فهل انا ممكن اكون سبب في ده؟ هل ممكن من غير ما اعرف يكون فعلا الابلكيشن اللي انا محمله عندي على التليفون انا بكون سبب في ربح ليه يؤدي لمساعده الكيان او كل الكلام دوت؟ كل دوت هنعرفه في فيديو النهارده بالتفصيل، وهنعرف اصلا اي ابلكيشن عامه عندك على التليفون ازاي بسببك بيكون في ربح بيدخل له او بيدخل للشركه صاحبه الابلكيشن او الدوله اصلا اللي هي موجود فيها الشركه بتاعت الابلكيشن. فمن غير كلام كتير يلا بينا على الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت تعمل لايك للفيديو وتشيره في كل مكان عشان الناس تعرف ايه الموضوع ده. بص مبدئيا بس قبل ما نبدا في الشرح او نتكلم عن اي حاجه هوضح لك نقطه بسيطه خالص. ازاي اصلا الدوله اللي موجود فيها الشركه بتاعه الابلكيشن ده ازاي بيكون ليها ربح ورا الابلكيشن؟ ايه هي علاقتها بالابلكيشن عشان يكون ليها ربح؟ اكيد طبعا اي شركه موجوده في اي دوله او اي ابلكيشن تابع لاي دوله بيبدا يبقى عليه ضرائب او زي نسبه من الارباح بتاعه الابلكيشن بتروح للدوله دي. فعشان بس ما تفكرش ان ممكن تكون الدوله ملهاش اي علاقه بالابلكيشن او الدوله ما بتاخدش اي ربح من الابلكيشن، لا الكلام ده غلط خالص. اول حاجه نتكلم عنها، من اول ما بتمسك تليفونك وتفتح جوجل بلاي او اب ستور وتبدا تدور على الابلكيشن اللي انت عايز تحمله فتيجي تلاقيه فتبدا تحمله عندك على الموبايل. هل الموضوع ده ما فيهوش اي فايده او هل الموضوع ما فيهوش اي ربح للشركه؟ هو فعلا ما فيهوش اي ربح، ولكن الموضوع كله ان انا لما ادخل احمل الابلكيشن وانت تدخل تحمله وغيري يدخل يحمله كل الكلام ده، فيبدا جوجل بلاي او اب ستور يلاقوا ان الابلكيشن ده عليه طلب وناس كتيره بتبقى عايزه تحمله او ناس كتيره بتستخدمه، فيبدا يعملوا ريكومنديشن في الواجهه الرئيسيه بتاعه الابلكيشن سواء في جوجل بلاي او اب ستور. يعني معناها ان الابلكيشن ده ناس كتيره بتحمله فاكيد انت هتبقى حابب تحمله او اكيد انت اوريدي هتبقى داخل عشان تحمله او تدور عليه، فبيسهل عليك الموضوع ويبدا يظهر لك، ومن هنا بقى بتبدا ارباح الابلكيشن. فواحده واحده بقى يلا بينا نفهم الموضوع هيمشي ازاي. اول حاجه الشركات اللي هي بتبقى محتاجه تعمل تمويل او تظهر المنتجات بتاعتها سواء منتج عادي او سواء ابلكيشن زي الابلكيشن اللي انت بتفتحه ويبدا يظهر لك عليه اعلانات، واكيد كلنا بنواجه الموضوع ده، بنبقى محملين ابلكيشن عندنا نبدا نفتحه او نبدا نستخدم الابلكيشن فيبدا يظهر لنا اعلانات سواء لمنتج او سواء لابلكيشن تاني، والموضوع ده بيبقى رخم قوي. بس في نفس الوقت الموضوع ده مجرد ما انت بتشوف الاعلان او مجرد ما انت بتبدا تدخل على الويب سايت الخاصه بالاعلان او الابلكيشن الخاص بالاعلان، فكل ده بيعود بربح للشركه اللي عامله الاعلان وفي نفس الوقت الابلكيشن اللي انت فاتحه. فيبدا كل ما يلاقي الابلكيشن ده بيجي من وراه ارباح او بيحقق لي الغرض اللي انا عايزه فهبدا ادفع له فلوس اكتر عشان يبدا يظهر لي البرنامج بتاعي اكتر او يظهر لي المنتج بتاعي. هل ده كل الموضوع او هل دي كل الارباح اللي بتدخل الابلكيشن؟ اكيد لا طبعا، في حاجات كتيره جدا. طيب تاني حاجه ايه هي؟ التطبيقات المدفوعه. التطبيقات المدفوعه دي بتنقسم لجزئين، جزء بمجرد ما انت بتدخل على الاب ستور او جوجل بلاي بتلاقي ان الابلكيشن عشان تحمله اصلا عندك على التليفون هو محتاج مقابل مادي عشان تحمله، وفي جزء تاني اللي هو انت بتحمل الابلكيشن عادي مفيش اي مشكله، بتستخدمه بتستخدم جزء من المميزات اللي موجوده عليه، ولكن بيجي عند جزء تاني من المميزات ويبدا يقول لك عشان تستخدمها او عشان تستفيد فيها لازم تشترك او لازم تدفع مقابل مادي عشان تستخدمها. طبعا المقابل المادي ده بيبقى يا اشتراك سنوي يا اشتراك شهري، والابلكيشن بيبدا يلعب معاك لعبه دنيئه شويه ان هو بيركز على الحاجات اللي انت محتاجها، واشهرهم اليوتيوب. اليوتيوب بدا يعرف ان الناس اكتر حاجه بتمل منها او اكتر حاجه بتخليك ان تقلب من الفيديو او تكسل تكمله فكره الاعلانات الكتير. كل ما تقلب خطوتين تلاقي اعلان ظاهر لك فتبدا تمل او تبدا تزهق من فكره الاعلانات، فبدا يلعب على النقطه دي ويقول لك لو انت حابب ان انت ما تشوفش الاعلانات خلاص تعالى اشترك في البريميوم، هتدفع مبلغ سواء شهري او سنوي وما تبقاش بتشوف اي اعلانات طول ما انت بتسمع الفيديوهات بتاعتك، واكيد الموضوع ده مريح بالنسبه لك او اريح بالنسبه لك، فتبدا الناس تتجه ان هي تشتري اليوتيوب بريميوم. سنه بس بمناسبه الموضوع ده، لو انت لحد دلوقتي بتتفرج على الفيديو فاكيد ما ظهرلكش ولا اعلان، فانا عشان مراعي ان انت الفيديو دوت انا عايزك تسمعه لحد اخره فما رضيتش احط فيه اي اعلانات، فيا ريت تقدر المجهود ده وتعمل لايك للفيديو وتشيره في كل مكان. وبس كده يلا بينا نكمل. الحاجه اللي ممكن ناس كتيره ما بتاخدش بالها منها فكره ان انت كل ما بتسجل على الابلكيشن او كل ما بتحمل ابلكيشن وتبدا تدخل تسجل عليه بيبدا يطلب منك شويه صلاحيات زي اللوكيشن بتاعك زي بيانات عنك او كده. طب ايه الفايده منها؟ هل هو بيتعرف عليك مثلا؟ اكيد لا، هو كل الفكره منها ان هو بيبدا يظهر لك اعلانات تناسب البيانات بتاعتك او تناسب العنوان بتاعك او تناسب السن اللي انت فيه، فيبدا يظهر لك الاعلانات على اساس ده. فكل ده برده بيعود بربح مادي وبيعود بدخل زي ما قلنا بيدعم الكيان. ونسيت اقول لك على حاجه برده، لو حابب ان الفيديو جاي يكون عن التطبيقات اللي هي بتدعم الكيان او التطبيقات اللي هي في المقاطعه وايه البدائل اللي ليها اللي ممكن استخدمها وتقضي لي نفس الغرض، لو حابب الموضوع ده يا ريت تكتب لي في الكومنتات وان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى عن الموضوع ده. كل الغرض من الفيديو ان انا كنت حابب ان انت تفهم الموضوع اصلا بيمشي ازاي من اول ما بتحمل الابلكيشن، والربح اصلا بيدخل للشركات ازاي سواء شركات هي داعمه اصلا للكيان او شركات مصريه او ايا كان الشركه التابعه للابلكيشن. كل الحاجات دي كنا حابين نعرفها في البدايه عشان تبقى فاهم انت لو هتلغي الاشتراك في الابلكيشن ده او هتبدا توقف التعامل مع الابلكيشن ده هيبقى بسبب ايه او ليه اصلا
اصلا الموضوع ده بيحصل. بس كده، اتمنى انك عارف كويس قوي ان انت ليك دور في المقاطعه، واوعى تفكر في مره ان انت عشان شخص واحد فانت معناها ان انت كده مش هتاثر في حاجه. لا بالعكس، انت هيكون ليك تاثير كبير جدا. وزي ما انت شفت الايام اللي فاتت اللي حصل في موضوع المقاطعه، وازاي انت اثرت في المنتجات الاجنبيه او المنتجات الداعمه للكيان وكل الكلام ده، وفي الاخر ربنا يحفظ فلسطين يا رب ويحفظ شعبها. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك وتكون استفدت منه. سلام.